السلام عليكم متابعي قناة أخبار المغرب، مرحبا بكم. شعر الجمهور الرياضي المغربي بالصدمة بعد ولوج مركب محمد الخامس في حلته الجديدة، مراحيض على الطراز التقليدي وأخرى حديثة، لكنها تستعمل لقضاء الحاجة وللحصول على الماء الشروب، حيث أغفل المصممون على وضع حنفيات مستقلة للشرب وغيرها من التجهيزات التي يفتقدها الملعب مصنف في الدرجة الأولى. صرفت على تجديده ميزانية ضخمة تناهز 22 مليار، وهي ميزانية غير مبررة حسب تعليقات العديد من رواد المواقع الاجتماعية. ويكفي أن نقارن بين ميزانية تجديد ملعب محمد الخامس وبين عملية تجديد مركب فريق بيتيس في الجارة الشمالية إسبانيا، إذ تم هدم مدرج وتشييد مدرج من 3 طوابق يتسع ل60 ألف مقعد بميزانية لا تتعدى 12 مليون أورو، حوالي 13 مليار سنتيم، وأنجزوا المشروع في 9 أشهر، ووفروا 3 ملايين أورو من ميزانية المشروع المحتملة والمحددة في 16 مليون أورو، حيث قرروا صرف الفارق في تجديد الكراسي والصباغة وإضافة شاشة بانورامية وتجديد الإنارة وغيرها من الكماليات التي رفعت ملعب بيتيس إلى صنف ملاعب الكبرى في إسبانيا. وهذا فيديو للأخ محمد بنيس يروي فيه جميع التفاصيل بالصوت والصورة. باش كنساو داك الواقع اللي كنعيشوه في الحياة اليومية، التعليم والو، الصحة والو، كل شيء والو بالنسبة لولاد الشعب. أما بالنسبة للطبقة الغنية فكنقول لهم هنيئا لكم لما سرقتم. الخطير في الامر هو ان بمركب محمد الخامس كيقولوا لنا على انها تخسرات 22 ديال المليار، 22 ديال المليار تخسرات على هذا المركب. اليوم حنا كمواطنين فرحانين ماشي مشكل، واخا ملي كتبغي تتكلم عليهم وكتقول لهم علاش المجالات الاخرى ديال الصحه والتعليم علاش ما كتعطيوناش منح كتخرج فيها، فكيقول لك اسيدي انت ما تبقاش تقول بحال هكا، علاش؟ لان كل مجال ومجاله. اذا المجالات اللي غيتنفعوا منا ولاد الشعب ما كاينش اللي غيدافع عليها. هذه من جهه، من جهه اخرى اجيو تشوفوا فاتحه 22 مليار. شوف اخويا هذه هي 22 مليار اللي باش صاوبوا لينا. اذا هادشي واش داروه ولاد الشعب هانتوما كتشوفوا. هذه اول حاجه. انا كنتمنى من اي مغربي، انا اليوم ما كنتكلمش بصفتي رجاوي وما كنتكلمش بصفتي ودادي وما كنتكلمش بصفتي يعني ما كنتكلمش صرف الانتماء، كنتكلم بصفتي ابن الشعب. وهذا الشيء راه ولاد الشعب هما اللي متضررين منه. دابا غنمشيو للطواليطات باش نقدروا نعرفوا شكون غنحاسبوا. وإلا كانوا ولاد الشعب كيديروا الشغب وكتحاسبوهم، فهاد 22 مليار بغينا نعرفوا حناش ولاد الشعب شكون غنحاسبوا بهاد 22 مليار. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. إذا كتشوفوا الطواليطات كي دايرين، هاد 22 مليار فين تخسرات؟ هادي 22 مليار، هادي صوبوها لينا ب 22 مليار. الضوء البرارك وما فيهمش هادشي، الناس اللي في البرارك وما عندهمش هادشي. اجي اخويا هانت 22 مليار عباد الله فين تخسرات؟ مواطن تقدروا تحاسبوه، وشرطي الى تشد كيشد الرشوه على 20 درهم كتحاسبوه، الشرطي الى شد 20 درهم رشوه كتحاسبوه. ولكن هاد الناس الكبار اللي كيديو الملايين ما كتقدروش تحاسبوهم. هاد 22 مليار فين مشات عباد الله؟ كلشي قدامكم. اجي اخويا شوف الدور اللي كاين هنا، لا اله الا الله. هذه هي 22 مليار وفين تخسرات، وباقي غادي نمشيو دابا. غادي راه كاين حتى شي حاجه من 22 مليار. هذا كيدير هذا ب 22 مليار باش تصبغوا لينا، باقي ما مسبوقش. داكشي اللي يقدروا يديروا انا غادي نقولوا، يعني بصراحه ما غاديش نكذبوا. داكشي اللي داروا راه غنقولوا. شوف اخويا الفوق الصباغه راه ما كايناش، الصباغه ما كايناش الفوق راه ما كايناش الصباغه. اجي اخويا اجينا هانتوما كيف ما تشوفوا قدروا يلاه يسجنونا، يلاه الناس قدروا يديروا لينا واحد السجن كيف ما غادي نشوف. هانتوما هاد الناس يلاه قدروا يوفروا لينا، خذ راحتك. هاد الناس يلاه قدروا يوفروا لينا الحديد، قدروا يوفروا لينا السجن، وما قدروش يوفروا للمواطنين هاد 22 مليار. بغينا نعرفوا عباد الله اليوم فين تخسرات. وإلا كيف ما قلت لكم ولد الشعب حصل في الشغب، فبغينا نعرفوا حنا شكون اللي كثر او شكون شنو هي الجريمه اللي كبر. واش سرقه 22 مليار ما عرفناش فين مشات، ولا شو عباد الله الشوهه؟ واش الشوهه عباد الله الشوهه ديال 22 مليار؟ اجي اخويا ندخلوا للمدرج مع العلم على ان شوف الشوهه ديالها. اذا كيف ما شفتوا الى جينا غير نحسبوا هذا الكلاس اللي درتو وانا كنقول على انه ماشي كرسي، غير هذا الكلاس الا كان شحال غيدير هذا؟ 20 درهم. 20 درهم ضربها سيدي في 50,000، ضربها ب 45,000، شحال غتعطيك؟ غتعطيك مليار السنتيم.
ناضوا خسروا علينا جوج ديال البلازما. مع البلازما شحال غتكون كتسوى ديك البلازما؟ انا بغيت اليوم نسول المواطنين هادشي كله اللي وفروا لنا شحال كيسوى. اذا من هذا المنبر كنقول لكم على انكم نتوما شفاره بالعلنيه امام الجمهور، امام الشعب، امام المسؤولين. نتوما شفاره بالعلالي كتشفروا ولاد الشعب، والشعب هو اللي متصدر. رساله بغيت نوجهها للمسؤولين ونوجهها ولاد الشعب، واش انا كولد الشعب عندي الحق نحاسب هاد الناس اللي جاو كيشفرونا بالعلالي؟ هاد الناس قدروا يوفروا كيف ما قلت لكم قلاس ما ساوي حتى 20 درهم، قدروا يوفروا لنا جوج بلازمات، خسروا علينا السجن يديروا لنا كرياج. وفين صلحوا هاد الناس؟ قدروا يصلحوا المنصه الشرفيه وقدروا يصلحوا البلاصه اللي كيجلسوا فيها اللعابه. الضوء ما كاينش، الصباغه من برا التيران ما فيش الصباغه. هاد الناس شفرونا بالعلالي. وانا كنقول للشعب اليوم اللي كيتحمل المسؤوليه هو الشعب، ماشي هو الشعب، ماشي هما المسؤول. واللي نبغي المواطنين اليوم يعرفوا بان هاد السرقه ديال 22 مليار، لان ما كنظنش واش تخسرت منها حتى 4 ديال المليار. هاد السرقه هذه راه ماشي هي حرب سياسه او حرب احزاب، بل هي بقدر ما واحد الحرب ديال على ابناء الشعب. ما بغاوش ابناء الشعب يعيشوا، وما بغاوش ابناء الشعب يترفهوا، ما بغاوش ابناء الشعب يتمتعوا بالاموال ديالهم. طرح احنا تنقلنا لبرا الملعب باش تشوفوا اشنو الاصلاحات اللي داروا. اجي خويا باقي هو حتى حاجه ما تبدلات. اجي كندويو اخويا على 22 مليار فين مشى الشيخ. 22 الصداع باقي مصدق فيها. اجي اخويا البلاصه فين كيقطعوا الناس هادي وباقا قديمه الشادي. هانتوما عباد الله يعني ما كاين حتى شي اصلاح. 22 مليار ومن هذا المنبر غادي نختم هذا الفيديو من هذا المكان وغنقول 22 مليار فين مشات وعلاش. ملي ولد الشعب كيسرق التليفون كلشي كيبارطاجي باش ولد الشعب يتشد في الحبس، واللي سرق 22 مليار او 18 مليار بارطاجيو باش غير يتفضح. انا متاكد انه ما غيمشيش الحبس. الله يعاونكم. إذا أعجبك الفيديو من قناتنا أخبار المغرب لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وترك